اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. الفيديو النهارده المشكله رقم 4 للناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي فاتت او الثلاث مشاكل اللي فاتوا. هسيبهم لكم في علامه الاي فوق، وهتلاقوهم على القناه عندي لو نسيت احطهم فوق. يعني فكره الفيديو وفكره المشاكل دي ان انتوا بتبعتوا اي مشكله عندكم، اي سؤال عندكم على الصفحه بتاعه الانستجرام بتاعتي على الدايركت مسج، وببتدي اقول لكم رايي في نهايه الفيديو في الموضوع، وبيبتدوا كمان المتابعين يقولوا تعليقاتهم تحت ورايهم بشكل حيادي في الموضوع، وبنحاول نساعد بعض. يلا بينا نبتدي. المشكله رقم 4 هقراها من اللابتوب بقى، فهتلاقوني باصه الناحيه دي كتير. بصوا، هي بتقول عايزه اتكلم معاكي. انا متجوزه بقالي 2 وعندي ولد، بس عندي مشكله مع زوجي انه كأنه مش متجوز بقاله كأنه متجوز بقاله 20 سنة، ممل وما بقاش يهتم زي الأول من ساعة ما بقى عندها البيبي ده. يعني تقريبا مفيش أي كلمة حلوة، لو صبغت شعري أو عملت أي حاجة في شكلي مش بيعلق غير لما أسأله وأقوله يعني إيه رأيك. وبحس رده بارد. هو بحكم شغله بيتعامل مع بنات كتير، لما بسأله بتكلم مين بيقولي بس مش بيبقى عايز أسأله كتير، ويقولي هو تحقيق. اكتر حاجة تعباني انه فعلا ما بقاش مهتم ولا بزعلي ولا بأي حاجة. بيجي من الشغل، بيروح الشغل، بيجي من الشغل، بياكل وينام وخلاص. حتى لما بيجي من شغله ولما ما ببقى عند والدي كام يوم وارجع البيت، ولا بيدخل يسلم عليا ولا بيقولي كلمة حلوة، وبحس انه عادي. وجودي بقى زي عدمه، رغم اننا حب 5 سنين قبل الجواز، وكان رومانسي وكل حاجة بطلبها بيعملها. دلوقتي لم مأثر في كل حاجة. الوضع بقى كده بدون أسباب. أنا مش عارفة هو ده طبيعة المتزوجين ولا ده وضع فردي. مع العلم أنا وضحت له كل النقط دي، بس هو مهتمش. هو مدي لشغله كل الوقت والاهتمام، وانا علشان ساكتة نسي انه مقصر في حقي. اعمل ايه؟ قولي رأيك. طيب، انا استنى طبعا رأيكم في التعليقات وتعليقاتكم ورأيكم في المشكلة دي. بصي، طبعا مش كويس ابدا اللي حاصل، بس ممكن ده بالوقت وبالسنين يبتدي يحصل روتين وملل. يعني وارد انه يحصل حاجة زي كده. فانتي المطلوب منك دلوقتي، انتي بتقولي اتكلمتي معاه وهو ولا كأنك اتكلمتي، فانتي ممكن تتكلمي بطريقة مختلفة. الحل انك انتي تتكلمي بطريقة مختلفة عن اللي اتكلمتي بيها. يعني لو اتكلمتي بطريقة زعل وبطريقة مشاعر اوفر وبطريقة خناق، يعني لا، اتكلمي بطريقة تانية، وان انتي ايه اللي انتي بتحبيه، وان انتي حابة ان الموضوع يبقى احسن بينكو، وكل حاجة تبقى احسن بينكو علشان علاقتكو، علشان انتي لسه بتحبيه، وعلشان مفتقدة وجوده والحاجات اللي هو كان بيعملها الاول والكلام ده كله. ده بيفرق معاكي علشان جوازكو يفضل مستمر ويفضل كويس، ويفضل كمان يعني بشكل ناجح، وتبقوا مبسوطين الى حد ما. لان انتي ما تكوني مبسوطة ده بيعود عليه. قوليله الكلام ده كله بطريقة لطيفة، من غير اي مشاعر، من غير اي تنشنة، من غير اي حاجة من الحاجات دي. وحاولي ان انتي تساعديه ان هو يعمل كده. طبيعي يحصل الفتور، طبيعي يحصل الملل من الطرفين، مش بس من الشاب او من البنت. وارد يحصل من الطرفين. بنت ممكن من برضو روتين الحياة ومن الالتزامات اللي عليها والحاجات اليومية والكلام ده كله، وارد يحصل الموضوع ده. فانتي ابدأي ساعديه، يعني ابدأي ان انتي اعملي حاجات مختلفة، ما تخليش كل حاجة زي ما هي. يعني انتي بتقولي ان انتي بتصبغي شعرك والكلام ده كله، هو ما بيعلقش. خلاص، انتي عادي قوليله، عادي خدي رأيه، انتي اسأليه، مش لازم هو يعلق لوحده، ما فيهاش حاجة. يعني برضو ساعات احنا بنأفورها يعني وبنحبكها.
يا ستي اسأليه انتي، قوليله ايه رأيك في لون شعري، مش لازم هو ياخد باله لوحده. خلاص ممكن مش مركز، ممكن انتي لفتي نظره، انتي لفتي نظره للحاجه اللي انتي حابه تعمليها والحاجه اللي انتي بتحبيها. ولما يقول حاجه لطيفه قولي له انا بحب قوي ان انت تقولي كده، ويعني اكدي على الحاجات اللطيفه اللي هو بيعملها ومدحيها، وعلشان يزودها يعرف ان انتي ده بيفرق معاكي. واعملي كده، ما تبقاش كل اهتمامك للبيت والبس الاكل والبس الترويق، لان ده مش حاجه لطيفه. ارجعي بصي برضو لنفسك، يعني مش بس حكاية الشعر، بشكل عام بقى. وتشغلي اعملي حاجات برضو تانية، يعني برضو ما تبقيش مركزة معاه التركيز المبالغ فيه. يعني خلاص مش بزعل ولا بقمص ولا بالكلام ده كله، لا انتي فعلا اهتمي بحياتك، اهتمي مثلا بابنك، واهتمي بنفسك. رقم واحد في الموضوع ده كله ان انتي لازم تكوني جميلة ويكون شكلك جميل طول الوقت. انتي جميلة، مهتمية بنفسك، شكلك جميل، انتي رقم واحد. بعدين عشان تعرفي ان انتي تدي لكل الناس اللي حواليكي لازم تبقي انتي كمان مبسوطة وجميلة ومرتاحة وكل الحاجات دي. اهتمي بقى بالبيت برضو بقدر كده بالمعقول، مش لازم تأفوري زيادة عن اللزوم وتبقي اوفر وتبقي متهربة من كتر ما انتي طول النهار عمالة ما بتعمليش حاجة غير ان انتي بس بترتبي البيت. لا، بالمعقول. واهتمي بابنك، شوفي برضو اهتمامات، مثلا حاجات انت بتحبيها، بتحبي تقري، بتحبي تتابعي مسلسلات، بتحبي مثلا تتابعي افلام، بتحبي تتابعي برامج. شوفي انت بتحبي تعملي ايه واعمليه، روحي اقعدي معاه وشاركيه واحكي له الحاجات دي اللي انت عملتيه النهارده ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو ممكن يجي يسألك اصلا ويشوف انت مشغولة في ايه وبتعملي ايه. خلاص لو هو مش حابب ان انتي تتكلمي معاه ما تتكلميش معاه، يعني مش حابب ان انتي تفضلي بتشاركيه، ما تحاوليش تشاركيه. شوفي على حسب رد فعله، سيبيه. لو لقيتيه مش حابب انتي تشاركيه سيبيه وخليكي في حالك واعملي الحاجات اللي بتعمليها. هو هتلاقيه جاي يشوف انتي بتعملي ايه، والكلام ده هياخد وقت، مش من يوم وليله. ما تيأسيش، يعني مش من اول يوم ولا من تاني يوم ولا من اول شهر ممكن هو يتفاعل، لا ممكن ياخد وقت الموضوع. فانتي بتبقي بتشتغلي على نفسك، انتي مش بتعملي كده عشان خاطره، انتي بتعملي الحاجات اللي بتحبيها عشان تتسلي وعشان تبقي لطيفة ومبسوطة وكده. كلمي اهلك، قرايبك، صحابك في التليفون، روحي عندهم، انزلي، اعملي اللي انتي عايزاه، وما تشغليش بالك هو اتصل ولا ما اتصلش وسأل ولا ما سألش وانا وجودي زي عدم ولا. ما تشغليش بالك بالموضوع ده، كبري دماغك كبري دماغك. هو هتلاقيه بدأ ان هو يفكر يعني هي فين وهي مش موجودة ليه والكلام ده كله. اعملي كده فترة، اعملي كده فترة واصبري كده فترة، وبعدين شوفي لقيتي تفاعل خلاص ماشي. بس يعني غيري فعلا، يعني فعلا بنية ان انتي فعلا عايزة انتي تبقي مبسوطة وحياتك تبقى احسن. اعملي التغيير ده فعلا في كل حاجة، في كل الجوانب وكل الكلام ده. عملتي حاجة او ايا كان عادي، خدي رأيه، ما فيهاش حاجة. ودي حاجة ما تزعلش ان انتي تقولي له ايه رأيك في لون شعري، دي ما فيهاش حاجة، دي مش حاجة تزعل. ان هو لازم ياخد باله لوحده، مش شرط، ممكن يكون مش واخد باله فعلا، ممكن يكون مركز في حاجة تانية، بيفكر في حاجات في الشغل مثلا هو قاعد. يعني ما تاخدهاش دايما بان هو عشان مطنشك ولا الكلام ده كله، لا. افترضي دي حسن النية، اعملي اللي عليكي في الاول كده فترة، كام شهر كده، الحاجات اللي انا قلت عليها دي فترة كده كام شهر. لقيتي تفاعل اوكي، ما لقيتيش تفاعل، في الحالة دي انتي بقى ايه مفروض تخلي الموضوع شوية بشكل جدي. شوفي حد مثلا من عيلته، من اهله، او حد من اهلك يتدخل في الموضوع ويتكلم معاه، لان الاهتمام والمشاركة دي حاجة مطلوبة في العلاقات. امال هي الناس اصلا بتتجوز ليه؟ يعني مش طبيعي اللي هو بيعمله. فخلينا نقول انه هو فتور وملل طبيعي. فانت لما هتعملي الحاجات دي المفروض البني ادم الطبيعي السوي هيبتدي يتفاعل مع الحاجات اللي انت بتعمليها، ومع اندماجك في الحياة، وان انت خلاص ما بتشتكيش وما بتلوميهوش والكلام ده كله. لقيتي مفيش تفاعل، دي الوقت بس 3 شهور، يعني ممكن اكتر شوية لو انت عندك يعني صبر اكتر، ممكن من 3 ل6 شهور. بعد الفترة دي ارجعي تاني اتكلمي معاه المرة الاخيرة وقولي له انا لو هو متفاعلش، يعني ان شاء الله باذن الله هيكون بدأ يتفاعل معاكي. اتكلمي معاه تاني، دي المرة الاخيرة بقى.
وبشكل جدي. وفي المرحلة دي لازم يبقى في تدخل، لازم يبقى في تدخل من الاهل، لان مش هينفع ان انتي عشان ما تشتكيش فتعيشي حياتك تعيسة. لا، لازم تدخلي حد من الاهل بعد الفترة دي، وتسيبهم هما يتكلموا بقى معاه ويقولوا له الكلام بشكل مباشر وبصريح. احكي كل الحاجات اللي مضايقاكي، مش لازم تفاصيل، يعني لو انتي بتحبي ايه وايه 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 وهو ما بيعملهوش، او هو مقصر في الحاجات اللي هو بيأثر فيها ايا كان ايه هي. لان ده مش طبيعي ابدا، مش طبيعي ابدا انه يفضل مستمر. طبيعي يحصل على فترات ان الناس تبدأ تمل، تبدأ تزهق من الروتين. طبيعي، اي حد، انت لو عايشة مع اهلك هتزهقي من روتين حياتك، لو بتشتغلي هتزهقي فترة من الشغل، لو ايا كان. لكن البني ادم الطبيعي السوي بيبدأ يرجع عادي طبيعي تاني، ويبتدي ان هو يغير شوية في اي حاجة، ويبتدي يرجع يشحن طاقته تاني ويرجع يكمل في الحياة بتاعته. ممكن تقترحي عليه تسافروا، تروحوا تسافروا اي حتة، سافروا اي حتة، يعني اقترحي عليه الموضوع ده. حاولي دخلي البيبي مثلا ده وديه حضانة. ممكن، انا معرفش هو واصل للمرحلة دي بسبب ايه، ممكن يكون بسبب البيبي على فكرة، ممكن يكون حاسس ان في دوشة كتير في البيت. هو ابنه وكل حاجة طبعا انا عارفة، بس في ناس بتحبش الدوشة كتير. فحاولي ان انتي البيبي يكون بتوديه حضانة، بتوديه مدرسة، يكون في حاجة بيعملها مشغول فيها، بيخرج فيها الطاقة بتاعته، بحيث ان هو يبقى فيه مثلا عارفين تقعدوا مع بعض. ممكن يكون مش عارف يقعد في البيت، جو البيت مش لطيف، في دايما دوشة وفي زن وفي الكلام ده كله. خلي مثلا اوضة معينة للطفل ده ان هو قاعد بيلعب فيها، بيتسلى فيها، كل الحاجات دي. غير انه يبقى عنده حاجة بيخرج فيها طاقته الصبح، مثلا حضانة، مدرسة، ايا كان. ودي حضانة مسائية اللي بتكمل لغاية الساعة 4 و5 دي برضو كويسة. شاركيه في حاجات الطفل كمان نفسه، يعني شاركيه في حاجات الطفل نفسه، يوديه يجيبه مثلا الحضانة دي لو هو صغير. شاركيه في حاجات زي كده، يعني حاجات بسيطة برضو، مش كتير قوي لو هو معندوش خلق قوي للتفاصيل دي. بس المشاركة برضو لطيفة. فانتي اعملي اللي عليكي فترة من 3 ل6 شهور، اقصاها 6 شهور، ده في رأيي الشخصي. وبعدين اعملي الموضوع ده بقى، وبنسبة كبيرة ان شاء الله يا هيجي هو، يعني حل من الاتنين، يا هيتفاعل بعد التغييرات اللي انت هتبدأي تعمليها، يا هيبتدي ان هو ما يتفاعلش، وانت هتروحي للحل الجدي اكتر، ان انت تدخلي حد، حكم من اهله وحكم من اهلها، ده في الدين يعني عندنا، وهم يكلموا معاه ويشوفوا هو ناوي على ايه وناوي يعمل ايه. وبعدين يعني في الوضع ده ناوي على ايه، خلاص هو هيفضل كده، ودي حاجة بقى ترجع لك انتي. خلاص لو هو مفيش تغيير حتى بعد ما عملتي الموضوع بشكل جدي واتكلمتي في كل النقط اللي مضايقاكي والناس قالت له وهو ما اتغيرش، خلاص يبقى هو هيفضل كده. دي حاجة ترجع لك بقى، ان انتي هتقدري تتقبلي الوضع ده مدى الحياة بعدين على طول، وتخليكي بقى انتي خلاص في حياتك وفي حالك وخلاص، ولا مش هتقدري تتقبلي الموضوع ده. بس يعني حاولي اعملي اللي عليكي الاول، بحيث ان انتي تبقي عملتي اللي عليكي يعني. بس كده، دي كانت كل حاجة للفيديو. يا رب يكون رأيي ان شاء الله يكون محايد. هستنى تعليقاتكم، والبنت بتشوف الفيديو وهتستنى كمان تعليقاتكم وردودكم على الموضوع تحت الفيديو. ولو عايزين تبعتولي اي مشكلة عندكم او اي سؤال، ابعتولي على الدايركت مسج زي ما قلت لكم بتاعت الانستجرام. هسيب لكم كل اللينكات تحت في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم كل الفيديوهات اللي انا عملتها عن العناية بالبشرة وبالشعر وبالجسم. بما اننا داخلين على العيد، هسيب لكم كل الحاجات دي على الشاشة هنا وفي علامة الاي، وكمان تحت في الديسكريبشن بوكس. واستنوني في الفيديو اللي جاي، وباي باي.